السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام بسم عليكم الله ورحمة والصلاة الله والسلام على وبركاته. رسول بسم الله. الله مرحبا والصلاة بكم في فيديو والسلام جديد على على رسول القناة. الله. مرحبا نتمنى من الله بكم أن في فيديو يلقاكم جديد في على أحسن القناة. الأحوال إن شاء نتمنى من الله. الله أن إذا يلقاكم كما في كتشوفوا أحسن كيكة الأحوال الزمن إن شاء جميل، الله. كيكة إذا رائعة كما كتشوفوا بزاف اليوم ما فيهاش بزاف جيت المقادير، نذكركم كيكة شوية كتفكرنا بالطفولة. هذا الأسبوع بالطفولة. هذا ديال الشهوات كيكة ديال عندها الطفولة. ذكريات بزاف إذا فيها جيت حلوة، نذكركم حجم بهذه الكيكة عائلي، مقادير بسيطة. ديال الصغر، كيكة أكيد إذا رائعة ذقتوها ما عائلية، غتبقاوش حس متغنيو صغير، بها، مفشفشة مقادير رائعة بسيطة رائعة متوفرة بزاف. في كل بيت، إذا ما نطولش والمذاق عليكم رائع بزاف، رائع، وما نخليكم فيهاش ما تعرفوا على فيهاش بزاف الفيديو ديال وتعرفوا التكلفة. جميع التفاصيل اذا وما ما تبخلوش على نطولش اختكم عليكم، بلايك اذا نخليكم شفتوا ان تعرفوا على الفيديو المقادير يستحق والطريقه هاد وفرجه اللايك هذه ممتعه. ما ديالكم، تبخلوش على اختكم وبارطاج بلايك مع الا الاهل شفتوا بان والاصحاب الفيديو واشتراك الا مازال ما كيستحق اشتركش في القناه لايك، ديالي اكيد غادي وبارطاج مع الاهل يشرفني. والاصحاب باش وبلا تعم ما نطول بفائده. عليكم خليكم مع والاشتراك اللي الفيديو مازال ما اشتركش في وفرجه القناه ممتعه. اكيد غادي تشرفني الى انضمت للعائله ديالي الصغيره. اذا ما نطولش عليكم في الهضره، نخليكم مع الفيديو وفرجه ممتعه. اذا بسم الله على بركه الله. غادي نحتاجوا 4 ديال البيضات بدرجه حراره المطبخ، كاس ديال السكر، كاس لاروب ديال الزيت، شويه ديال الخل، وهنا عندي ياغورت طبيعي. انا عاده تندير فيها كاس الحليب. هذا الياغورت الطبيعي توفر عندي في الثلاجه درتو ماشي مشكل. انا كنعطيكم يعني جميع المقادير اللي ممكن ديروا. ممكن ديروا كاس الحليب، ممكن ديروا ياغورت طبيعي، ممكن ديروا ياغورت منكه، ممكن ديروا كاس الماء. يعني جميع الحوايج اللي متوفرين في الدار ديروها، ماشي شرط اساسي شي حاجه تقيدوا بها. وعندي 2 خمارات من فئه 800 غرام، وعندي واحد النكهه ديال الفاني. ممكن اللي ما كيعجبوش الفاني ممكن يدير قشور ديال الحامضه ولا قشور البرتقال، لكم الاختيار. صافي من بعد كناخذوا هذوك البيضات كنهرسوهم في واحد البانيو اولا تشوفينا. ضروري يكونوا سخانين، ما يكونوش من الثلاجه باش الكيك يجينا مفشفش ويجينا طالع. كنضيفوا قبيصه ديال الملحه، وكنضيفوا هذاك الفاني وداك الكاس ديال السكر. بالنسبه للعبار الكيسان راهم كاس ديال العنبه. صافي وغادي ناخذ الطراب الكهربائي، وغنحاول انني نخدم مزيان هذا الخليط حتى يضاعف لي الحجم ديالو. الا ما كانش عندكم الخلاط الكهربائي راه ممكن ديروا غير كاس ديال المولينكس، يعني الكاس ديال الخلاط الكهربائي راه ممكن تضيفوا هذاك. ولا ما كان عندكم حتى حاجه راه ممكن غير بيديكم تخدموا مزيان حتى يولي اللون بيض، وتحسوا بداك السكر سنيده راه داب لينا. من بعد كنضيفوا داك الكاس ديال الزيت، كاس لاروب ديال الزيت ماشي كتر، كاس لاروب ديال الزيت، وكنبقاو نخدموا شويه. صافي تنحسوا بانه انسجم معاه. ومن بعد غنضيفوا داك الكاس ديال الياغورت كما قلت لكم. كاس الياغورت مسوس. ممكن ديروه ديال البنان، ممكن ديروه الفاني، ممكن ديروا كاس ديال الحليب، ممكن ديروا كاس ديال الماء اللي بغيتو. المهم هادو اختيارات كاملين كيديروا راه كتخرج نفس النتيجه، يعني ما كاين حتى شي فرق في النتيجه يعني لا غيرتوا المقادير. صافي وكنحاول انني نخدمها مزيان حتى كتنسجم ليا هذاك الياغورت مع هذوك العناصر. صافي وغادي نوقف دابا الخلاط الكهربائي، وغادي نستعمل غير الطراب اليدوي. صافي كنحسوا بانهم انسجموا، هانتوما كما كتشوفوا كنحسوا انهم انسجموا. دابا صافي غادي ندوزو باش غادي نضيفوا الدقيق. بالنسبه للدقيق المقادير راه ما كنبغيش نقيدكم بالمقادير، لان كل نوعيه الدقيق بحال دابا انا هنا استعملت الدقيق الحرش الفرينه اولا الدقيق الحرش. ممكن تستعملوا الفورس، يعني كتبقى على حسب النوعيه ديال الدقيق، يعني واش كيتشرب لينا داك الخليط ولا ما كيتشربش. المهم نتوما القوام ديال الكيكه تبارك الله عليكم، راه كنظن كلشي كيعرف القوام انه ما يجيش ثقيل وما يجيش خفيف. صافي وكنضيف دوك 2 خمارات حمر، وكنبدا كنخلط هذوك العناصر حتى كتنسجم ليا مزيان ديك القوام كامل. صافي في هذه الاثناء راني خديت انا بالنسبه لي القوام ديال الكيكه. بالنسبه للمول ديال الكيكه ممكن ديروا اي مول بغيتو. انا عندي غير ديك المقيله ديال الحرشه هي اللي غادي ندير، ما كتلصقش، دهنتها بالزبده ورشيتها بالدقيق وما كتلصقش، وكيجيني فيها هذيك الكيكه دائريه غزاله كتفكرني بهذيك الطريقه كتفكرني بالطفوله بلا ما نحتاج ندير لا مول لا والو. هنا ضفت واحد شويه ديال الخل. الهدف من هذا الخل هو انك يجيب ديك الكيكه مفشفشه. هانتوما شفتوا القوام كيفاش داير، راه ما ثقيلش وما خفيف. الخل كيخليها تجي هشه. هانتوما انا خديت ديك المقيله ديال الحرشه اولا الملاوي ودرت فيها هذاك الخليط، راه كتجي رائعه. ممكن ديروا هذا الخليط، راه ممكن ديروه في كيكه في المول المثقوب، ممكن ديروه في داك المول الدائري، يعني اي مول بغيتو كيبقى الخليط هو. انا حاولت كما قلت لكم نبقى في نفس الطريقه ديال الصغر. صافي هنا في هذه الاثناء راني مشعله الفران، مشعله عليه من التحت ومن الفوق على 180 درجه. من بعد ما كيسخن كندخل الطاوه للفران وكنطفي عليه من الفوق وكنخليه كيطيب حتى كتطلع لنا الكيكه حتى نشعلوا ليها من الفوق. بالنسبه للفران الغاز راه نفس القضيه، كنشعلوا ليه من التحت حتى كتنفخ لينا الكيكه حتى نشعلوها من الفوق تحمر.
ها انتم شفتوا اللون ديالها كيفاش كيخرج ذهبي غزال، وكتجي عاليه وخفيفه خفيفه. انا هنا عندي شويه ديال العسل، دهنتها بشويه ديال العسل. ممكن تدهنوها بالكونفيتور، ممكن ديروا الشوكولا، ممكن الناباج، كتبقى هذيك التزيين كتبقى مساله اختياريه. انا عندي شويه ديال العسل، درت شويه ديال العسل وغنرشها بشويه ديال الكوك. ممكن ترشوها بالكاوكاو كونكاسي، ممكن لوز، ممكن فيرميسيل، ممكن المهم كتبقى اختياريه. يعني نتوما كتشوفوا راه شيشه لدرجه انني كندهن بهذيك سباتول ديك الشيته وهي كتلصق ليا في يديا. صافي هنا غادي نرش كما قلت لكم شويه ديال الكوك، واكيد غادي نتقاسم معكم طريف باش تشوفوها كيفاش كتجي. ولا وصلتوا حتى لهنا وعجبكم الفيديو ما تبخلوش على اختكم بلايك وبارطاج اشتراك مع الاهل والاصحاب باش تعم الفائده. واللي مازال ما انضمش للقناه ديالي اكيد غادي يشرفني الى نضم للعائله ديالي الصغيره. واكيد هذا المحتوى الى عجبو ودار لايك راه اكيد ان المحتوى غادي يمشي ان شاء الله بعيد. اذا هانتوما شفتوا صافي دابا غادي نقطعوها وغتشوفوا الخفه ديالها، راه كتجي فعلا كتجي غزاله خفيفه كتجي. ونسيت حتى الا كان عندكم حتى اللبن، ممكن حتى اللبن واخا يكون عنده سيمانه في الثلاجه، الا شا مثلا كيشط لكم اللبن ولا شي حاجه احتفظوا به ما تضيعوش، خليوه غير في الثلاجه وديروه حتى هو راه كيجي غزال في الكيكه، سواء الكيكه سواء البسبوسه، اي حاجه كيجي بها غزال. ها انتم شوف كتجي محمره من تحت ومن الفوق والقوام ديالها هشيش. ها انتم هنا راه طاحت لي لانها سخونه ما قديتش نشدها بيديا. المهم انا حاولت اني نتقاسم معكم. اذا نتمنى من الله ان الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، والى عجبكم كما قلت لكم ما تبخلوش على اختكم بلايك وبارطاج مع الاهل والاصحاب. ودائما كنقولها لكم لا تنسوا اني احبكن في الله حبا كثيرا. خليتكم في امان الله وحفظه.